السلام عليكم. هنبدأ مع بعض منهج أولى إعدادي على مهلنا كده واحدة، لأن المنهج محترم جدا وعايز مذاكرة، وفي أجزاء كتيرة جدا 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 عايزة فهم، ومعتمد على أجزاء من الترم الأولاني. البداية معانا النهاردة في الليسون الأولاني إن الراجل بيقول لي إن الإليمنت، أنا فاكر من الترم الأولاني إن هما 4 تايبس، في منهم ميتال وفي منهم نون ميتال، طبعا بجانب الميتالويد والانرت جاز. يبقى انا عندي في 4 تايبس للإليمنت، في ميتال، في نون ميتال، في ميتالويد، في انرت جاز. المفروض اليونت النهارده او الليسون الاولاني النهارده بيتحدث عن الميتالز فقط هما والنون ميتالز، بس بقول لك ما تنساش ان الإليمنت اساسا 4 كايندز، لان يونت 1 مرتبط كتير قوي 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 بالترم الاولاني، والموضوع فيه تواصل لان ده جزء كيمستري مهم جدا جدا جدا. يبقى انا عندي فيه 4 كايند للإليمنت. نبدا بالميتالز. قلت له الميتالز لو هتكلم على الالكترونيك كونفيجوريشن، انا فاكر ان الميتالز لازم يكون their outer level contain less than 4 electron. لازم يكون في 1 or 2 or 3. يبقى most of metal الاوتر energy level contain less than 4 electrons، يا 1 يا 2 يا 3. اما النون ميتال most of non metals، الغالبيه من النون ميتالز، لان الموضوع فيه اكسبشن احنا طالعين بيهم من الترم الاولاني زي ما هنوضح ونفكر حضراتكم. most of non metal their outer energy levels contains more than 4 electrons but less than 8 electrons. يبقى كمقدمه انا عندي 4 كايند للإليمنت: ميتال، نون ميتال، ميتالويد، انرت جاز. بدأنا بالميتال وبفكرك بيهم ان الميتالز لازم يكون الاوتر ليفل اقل من 4 الكترونز، 1 يا 2 يا 3. اما النون ميتال موست اوف ذيم their outer energy level عندي اعلى من 4 الكترون بس اقل من 8 الكترون. ليه اقل من 8 الكترونز؟ لان لو انا بقيت 8 الكترونز هيبقى الاوتر ليفل كومبليتلي فيلد، وكده هبقى انرت جاز، وده مش موضوعنا الترم ده. عايز اخد اكزامبل للميتال. قال لي زي الصوديوم اتوميك نمبر 11، زي المغنيسيوم 12، زي الالومنيوم 13. لو بفتكر الكونفيجوريشن معاك، قلت له كان الكونفيجوريشن كنا كي ال ام 2 و8 و1، كي وال وام 2 و8 و2، كي ال ام 2 8 3. اكزامبل للنون ميتال بفكرك بيهم: عندك النيتروجين، عندك الاكسجين، عندك الكلورين. كانت الطلبه حافظه الاتوميك نمبر اللي انا عمال اكتبها ديت. كونفيجوريشن النيتروجين 2 5، كونفيجوريشن الاكسجين 2 6، الكلورين 2 8 7. فباكد لك الديفاين اللي انا كنت كاتبه من شويه، ان الميتال لازم الاوتر انرجي ليفل يكون فيه اقل من 4 الكترونز، 1 2 3. لازم النون ميتال يكون فيه اعلى من ال 4 الكترونز but less than 8 الكترونز. ادي اول معلومه بفكرك بيها على الميتال والنون ميتال. كمان لو بتكلم على الميتال، ادي النون ميتال. بعد ما عرفت ان لازم يكون الميتال their outer most energy level contain less than 4 electrons، التكرار. والنون ميتال لازم الاوتر موست انرجي ليفل يكون فيه اعلى من ال 4 الكترونز but less than 8 الكترونز. كمان بيقول لي ما تنساش ان الميتالز all metals، كل الميتالز are solid
except الميركوري اللي هو ال Hg هو الوحيد اللي موجود على هيئة liquid. يبقى الفيزيكال ستيت بتاعت الميتالز all metals are solid except الميركوري is liquid. اما النون ميتالز في منهم جازز وفي ليكويد وحيد اللي هو البرومين اللي هو ال Pr2 وفي solid like carbon like sulfur like phosphor وفي 5 جازز. لو انا هتكلم على الجازز في اكسجين في هيدروجين في نيتروجين في كلوراين في فلوراين. هو انا لازم احفظ الحاجات ده يا مستر؟ طبعا لازم اكون حافظهم، والمفروض ان انا اكون حافظهم وخارج بيهم وطالع بيهم من الترم الاولاني. يبقى الفيزيكال ستيت لو هتحدث مع الميتالز all metals are solid while الميركوري only metal is liquid. اما النون ميتال في 3 ستيت solid وليكويد وجاز. solid في كربون في سلفور في فوسفور في ايودين او ايودين. ليكويد واحد بس اللي هو البرومين. يعني معنى كده ان في ليكويد وحيد عند النون ميتال وفي ليكويد وحيد عند الميتال. هنا في ميركوري وهنا في برومين. خد بالك ان الميتال ما عندهمش جازز، اما النون ميتال عندهم 5 غازات. عندك اكسجين وهيدروجين ونيتروجين وكلوراين وفلوراين. يبقى اول بوينتس اتقالت على الميتالز ان هم their outermost energy level contain less than 4 electrons 1 electrons 2 electrons 3 electrons. النون ميتالز اول بوينت اتقالت their outermost energy level contain more than 4 electrons but less than 8 electrons. تاني بوينت اتقالت على الميتال ان الميتال all metals are solid except الميركوري is liquid. هنا some of them solid like كربون سلفور فوسفور ايودين. في جازز هيدروجين ونيتروجين واكسجين. بص انا حافظهم ازاي، قلت الجن ورا بعض: اكسجين هيدروجين نيتروجين كلورين فلورين كلورين فلورين كلورين فلورين. اما في ليكويد وحيد اللي هو البرومين. يعني معنى كده ان الفيزيكال ستيت في اختلاف ما بين الفيزيكال ستيت عند الميتال وعند النون ميتال. هنا مفيش سوليد، هنا قصدي مفيش جازز، هنا في جازز. هنا في ليكويد واحد، هنا في ليكويد واحد. الليكويد اللي هنا اسمه ميركوري، الليكويد اللي هنا اسمه برومين. كمان لما بتكلم على الميتالز والنون ميتال بنقول ان الميتال have metallic luster. كلمة luster يعني shiny، يعني لامع، يعني ليهم بريق، يعني لونهم حلو attractive. معظم الحاجات الميتال like gold like silver copper platinum ألوانهم attractive جذابة، ليهم shiny ليهم بريق. أما النون ميتال like جرافيت. الجرافيت ده اللي هو الكربون بيبقى لونهم اوباك، يعني has no luster، ملهمش بريق، لونهم مطفي، لونهم غامق، لونهم دارك، مش لونهم مش جذاب. كمان الميتالز ماليبل او بيقولوا عليها داكتل او بيقولوا فورميبل. يعني ايه 3 كلمات دولت؟ يعني الحاجات الميتالز انا كان بي داكت كان بي بنت، ينفع اتنيهم، وكان بي شيبد. بص كام كلمه كلها بمعنى ان انا اقدر لما اعمل عليها هامرنج اعمل ميليبل، اعمل بنت، اعمل داكت، اشكل. انما دولت بريتل. يعني ايه بريتل يا مستر؟ يعني فراجمنت. يجي في الاسئله يقول لي وات هابن، شيت اسئله هينزل قريب ان شاء الله تعالى، يجي يقول لي وات هابن when piece of copper كاكزامبل من اكزامبلز الميتال
on hammering on it. وانا لو خبطت على الكبر او خبطت على الايرون او خبطت او دقيت على الالومنيوم، ايه اللي هيحصل؟ قلت له it can be shaped, can be malleable, can be ductile, can be formable. while if you hammer on الكربون، لو انا خبطت او دقيت على الكربون it will be brittle, it will be fragment, it will become ash. ash يعني رماد. انا لو جبت حته الجرافيت اللي هي تعتبر بالنسبه لي الفحم وهامرنج اون ات، انا هبقى رماد، انا هبقى فراجمنت. يعني ايه فراجمنت؟ يعني مفتت. كمان الميتالز جود كوندكت للهيت. عشان كده انا بالميتالز من الترم الاولاني كنت بعمل بيهم كوكينج بانز، لان هم جود كوندكتور اوف هيت لايك الومنيوم. انما النون ميتالز انا باد كوندكت للهيت، مش بيوصلوا حراره. اي نون ميتال، اكسجين، هيدروجين، سلفور، ايودين، ما لهمش علاقه بالهيت. كمان الميتالز جود كوندكت للالكتريستي. علشان كده انا باخد الكبر واعمل منه electric wires. give reason. copper used in making electric wires because copper is the metal الاول which is good conductor of electricity. هنا كلنا bad conduct للالكتريستي except الكربون اللي طلبه كتير بتنسى ان هو الجرافيت عشان ما تتلخبطش، اللي بيستخدم في الدراي سيل. الدراي سيل اللي هي الباتري، اللي هي الحجاره. يبقى لما اجي اجمع جزء من اللي انا قلته، قلنا ان الميتالز مبدئيا، اتكلم عن الميتالز على بعضهم مره واحده. they are element their outermost energy level contain less than 4 electrons. maybe 1, maybe 2, maybe 3 electrons. الميتالز all of them are solid except mercury is liquid. الميتالز have a luster, have a shiny. الميتالز can be bent، ممكن اتنيهم، can be malleable, formable، اقدر اشكل. الميتالز good conductor of heat، عشان كده used in making cooking utensils, cooking pans. while كمان ان هما good conductor of electricity used in making electric wires. النون ميتالز قلنا ان النون ميتالز they are element their outermost energy level contain more than 4 electrons but less than 8 electrons. قلنا ان النون ميتالز liquid only bromine او برومين، 5 gases، oxygen، قول معايا كده، hydrogen، nitrogen، chlorine، fluorine، and solid such as sulfur، iodine، جرافيت اللي هو الكربون. قلنا ان النون ميتالز have no luster، opaque. قلنا ان النون ميتالز can't ductile، مش ينفع اشكل. become brittle، بيبقوا fragment، فتات. ash، رماد. on hammering on it. النون ميتال all non-metals bad conductor of heat. all non-metal bad conductor of electricity except the carbon which is called graphite used in making dry cell. كمان في معلومة ان الميتالز have high melting point. يعني الميتالز عندهم درجة انصهار عالية جدا. عشان املت اسيح الايرن، الكبر، الالومنيوم، الموضوع بيحتاج مني تمبريتشر عالية جدا. انما النون ميتال انا عندي لو ميلتنج وكمان لو بويلنج بوينت. يا رب ما اكونش نسيت حاجة في الكومبير او الكومبيرزون اللي بين الميتال والنون ميتال بهدوء خالص سريعا عشان نطلع من نقطة الاليمنت دي خالص. ما تنساش في البداية ان انا قلت لك ان الاليمنت 4 كايند، ميتال ونون ميتال وانرت جاز والميتالويد. خلي بالك ان انت عندك
في حاجات اكسبشن. قلت له ايه الاكسبشن؟ قال لي خد بالك ان الهيدروجين اتوميك نمبر ب1، كونفيجوريشنه ب1 رغم ان هو عنده 1 الكترونز، بس هو جازز ونون ميتال من الترم الاولاني، ولادي وعارفين كده. كمان الهيليوم اتوميك نمبر 2 كونفيجوريشنه 2 رغم ان هو فيه 2 زي ما كنت عمال اتكلم، بس هو جازز برضه، وانا مش ناسي اكيد فاكر ان شاء الله ان هو اول شخصيه انرت جاز. اخد بالي من حاجات الاكسبشن دولت. يبقى انا من البدايه بقول لك ان الاليمنت فور كايند في مننا ميتالز، في مننا نون ميتالز، وده الدرس بتاعي. اما الميتالويد اللي كان difficult determine them from their outer energy level، لان الاوتر انرجي ليفل بتاعهم ما كانش كونستانت فكنا حافظينهم. اما الانرت جاز لازم يكون الاوتر انرجي ليفل completely filled with 8 electrons except الهيليوم هو الوحيد اللي completely filled with 2 electrons. بعد كده بقى شغلي انا منهجي الترم دوت بيتكلم عن الميتالز وعن النون ميتالز. الميتالز they are element their outermost energy level contain less than 4 electrons. النون metal contain more than 4 electrons but less than 8 electrons. الميتالز all of them are solid except الميركوري is liquid. اما الناحيه الثانيه في النون metal only liquid برومين 5 gases oxygen hydrogen nitrogen chlorine fluorine some solid such as sulfur iodine. الجرافيت ما ننساش ان هو الكربون. الميتال هاف لاستر، النون ميتال هاف نو لاستر. النون ميتال اوباك، انما هنا ليهم كالرد، ليهم لون. ايه اللون ده؟ ايا كان اللون. كمان الميتال كان بي بينت، ينفع اشكل، شيبد، ماليبل، داكتل. اما النون ميتال بريتل، يعني حاجه هشه. فراجمنت بتفتت، اون هامرنج اون ات في اسئله الوات هابن. لو انا دقيت على الميتال اي كان شيبد ات، وايل لو انا دقيت على النون ميتال بالهامر it will be fragment, it will be brittle, it will become ash. كلمه ash بمعنى رماد. ash بمعنى بودره، بودر، هيبقى رماد، هيفتت. زي ما اجيب حته الجرافيت اللي هو الكربون اللي هو الجرافيت اللي هو الفحم يعني، وادق عليه بالهامر هيتفتت خالص وتحول لرماد. ما تنساش ان الميتال هاف هاي ميلتنج بوينت، ودي ليها ريزون هنقوله كمان شويه. اما النون ميتال هاف لو ميلتنج وبويلنج بوينت. الميتالز جود كوندكتور اوف هيت، عشان كده استخدمتهم في الكوكينج بانز. الميتالز جود كوندكتور اوف الكتريستي، عشان كده استخدمتهم في الالكتريك واير. اما النون ميتال باد كوندكت للهيت وباد كوندكت للالكتريستي اكسبت الجرافيت. فلما بيجي في الاسئله يقول لي وات از ذا يوز اوف كربون، وات از ذا يوز اوف جرافيت، انا ما عملتش بيك حاجه غير ان انا عملت بيك دراي سيل. يعني انا ممكن اعمل سؤال واقول له مثلا وات يوز اوف كبر، ايه استخدام الكبر؟ وات يوز اوف الومنيوم، وات از يوز اوف كربون اللي هو الجرافيت. اطلع اسئله من وسط الدرس لو انا فاهم. الكبر انا استخدمتك ونفذت من خلالك وصنعت الالكتريك واير، ولو جت جيف ريزون because it good conductor of electricity. الالومنيوم انا عملت بيه الكوكينج بانز اللي هي اواني الطهي، لان هو هاف مبدئيا هاي ميلتنج بوينت، يعني الحله على النار مش هتسيح. كمان جود كوندكتور اوف هيت، واقدر اعمل شيب، اشكل اي شكل حل انا عايز. يبقى لما يجي جيف ريزون اجاوب احسن من الكتب واقول له اشمعنى الالومنيوم يستخدم في الكوكينج بانز. بجمع كل اللي انا قلته. جود كوندكتور اوف هيت، كان بي شيبد، هاف هاي ميلتنج بوينت. اما حضرتك انا ما عملتش بيك حاجه غير ان انا صنعت بيك الدراي سيل، البطاريه، لان انا الوحيد الاونلي نون ميتال يوزد ان الكتريستي، لان انا الوحيد النون ميتال جود كوندكتور اوف الكتريك. نتنقل للجزئيه الثانيه. الجزئيه الثانيه بتتكلم على حاجه مهمه جدا اسمها ميتاليك بوند، نوع بوند جديد الراجل بيقدمه لي في المنهج. من الاسم كده يا دكاتره اسمي ميتاليك بوند، يعني انا بوند arises between
atoms of same، بص بكتبها قد ايه، of same metal. يعني انا نوع من انواع البوند بين الاتومز بتاعت الميتال الواحد، مش بين ميتال وبين ميتال تاني، لا انا arises between الاتومز of sodium، انا arises between الاتومز of magnesium، انا arises between الاتومز of aluminium. انا لوحدي وانت لوحدك وانا لوحدي. الميتاليك بوند arrangement of atoms. الميتاليك بوند بيقولوا ان هي arrange bond of atom in crystalline، يعني بتاخد شكل بلوري زي ما هنرسم دلوقتي. الشرط والحته المهمه قوي ان انا occurs between الاتومز بتاعت نفس الاليمنت، يعني between الصوديوم and itself، between المغنيسيوم and itself، between الالومنيوم and itself. ازاي؟ قال لي بتتم between البوزيتيف ايون and الفالانس الكترونز. مهم اول الحته دي. metallic bond arises between atoms of same element، arises between الاتومز of same metal، يعني arises between الاتومز بتاعت الصوديوم. طيب الهيئه بتاعتي، الفورم بتاعي انا واخد هيئه اسمها كريستالاتيك. طب بتتعمل ازاي؟ قال لي ده اتوميك نمبر بتاعه 11. الكونفيجوريشن بتاعي 281، هي occurs between البوزيتيف ايون والفالانس الكترون. الفالانس الكترون اللي هو الاوتر ليفل. ادي المنظر بتاعي، ادي الكريستالاتيك. كنت صوديوم بيعمل لوز 1 الكترونز and change it into positive ion. كل اتوم من عند الصوديوم لوز 1 الكترون and change into positive ion. نفس الكلام lose 1 electrons and change into positive ion، lose 1 electrons and change it into positive ion. كمان مرة lose 1 electrons و change into positive ion، lose 1 electrons و change into positive ion، lose 1 electrons and change into positive ion. أنا قلت للطلبة بتاعوتي إن النيوكلاس ديت اللي هي البوزيتيف ايون دي أكنها قالب الطوب، والإلكترون ده أكنه الأسمنت، فبيحصل اتراكشن، تجاذب بين البوزيتيف ايون وبين الفالانسز الكترون. بص هنا بين كل بوزيتيف ايون وبوزيتيف ايون في فالانس الكترون، بين البوزيتيف ايون والبوزيتيف ايون في فالانس الكترون. طب تعال نبص عند المغنيسيوم. قلت له المغنيسيوم 12 كونفيجوريشنه 282. طيب انا عندي بوزيتيف 2 ايونز وهيبقى بوزيتيف 2 الكترون، يعني نعملهم متفردين كده الكترون والكترون. طب وانت؟ قلت له بوزيتيف 2، لان انا هعمل لوز 2 الكترونز اللي موجودين في الاوتر ليفل وهيبقى عندي 2 الكترونز. انا نفس الكلام بوزيتيف 2 وهيبقى عندي 2 الكترونز. انا بوزيتيف 2 وهيبقى عندي 2 الكترونز. بص الزحمه، بص كميه الاسمنت بقت قد ايه. يبقى عايز اوريك ان كل ما الفالانسز الكترونز هتزيد كل ما الاتراكشن اللي بين البوزيتيف ايون والفالانسز الكترون هي كمان هتزيد. تعال نبص على الالومنيوم، ادي منظر الكريستالاتيك. الالومنيوم 13 كونفيجوريشنه 2 و8 و3، يعني الاوتر ليفل فيه 3 الكترونز. قلت له انا البوزيتيف ايون بتاعي هيبقى بوزيتيف 3 وهيبقى عندي 3 الكترون، والبوزيتيف ايون بتاعي هيبقى بوزيتيف 3 وعندي 3 الكترونز. البوزيتيف ايون و3 الكترونز، نفس الكلام 3 الكترونز. عايز اوصل لك ان as الفالنسي الكترونز increase الاتراكشن فورس اللي حصلت بين البوزيتيف ايون وبين الفالنسي الكترون هتزيد. طب هو لو الاتراكشن بوند دي زادت، لو الاتراكشن فورس زادت، ايه اللي بيحصل؟ قال لي بيحصل انكريز للسترينث بتاعت الميتاليك بوند. تاني، الميتاليك بوند دي مهمه جدا. الميتاليك بوند ديت عايزه اتومز اوف نفس الميتال، عايزه اتومز لنفس الميتال.
يعني between الاتومز اوف صوديوم لوحدها عامله كريستالاتيك. بص الكريستالاتيك معموله ازاي؟ قال لي بين البوزيتيف ايون وبين الفالنسي الكترون، وانا عندي فالنسي الكترون واحد فالاتراكشن نوعا ما ضعيفه. انما هنا بين البوزيتيف ايون وبين الفالنسيز الكترونز، بين البوزيتيف ايون وبين الفالنسيز الكترونز، احنا قلنا ان الفالنسيز الكترون دولت انا مشبههم بالاسمنت. بص كميه الاسمنت هنا كانت كميه قليله، هنا كميه الاسمنت كترت شويه، هنا كميه الاسمنت كترت قوي تاني. يبقى الميتاليك بوند بعد ما قلنا ان هي take a form of crystallattic، take form واخده هيئه crystallattic، بلوره منظومه، البوزيتيف وحوالين منه النيجاتيف، البوزيتيف وحوالين منه النيجاتيف، البوزيتيف وحوالين منه النيجاتيف بس مش حوالين منه اي نيجاتيف، حوالين منه النيجاتيف اللي هو لوست ات، وبالتالي انا واخد شكل ميتاليك. يبقى زي ما بنقول ان الميتاليك بوند، بقول اهو الميتاليك بوند عشان بتيجي كومبليت، الميتاليك بوند يا اولاد، الميتاليك بوند يا دكاتره تيك كريستال لاتيك، واخده شكل بلوري، شكل بلوري اللي احنا كنا عاملينه ده. الميتاليك بوند arises between، بتحصل ما بين atoms of same metals. ادي ممكن جمله تيجي في تشوز، الميتاليك بوند arises between البوزيتيف ايون and الفالنسي الكترونز. قلت له تمام، وباين قوي يا رب تذاكر الرسمه دي وتفتكر ان انا قلت لك ان البوزيتيف ايون انا شبهته بقلب الطوب، وان الالكترونز اللي انا لوست ات اللي انا بخسره اللي بيسراوندد الايون، بيحيط بالايون، وكل ما كانت عدد الالكترونز كتيره الفالنسز الكترون دولت فورم بيكونوا كلاود، اكنها بقت سحابه. بص المنظر كذا حاجه زحمه زحمه زحمه، بص المنظر هنا لازقين في بعض قوي 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 قوي. تاني ابني البوينتس اللي انا عايزها. يعني كنت بقول ان الميتاليك بوند، بص كام جمله ممكن تيجي. انا ممكن اقول مثلا ان الميتاليك بوند arises between atoms of same metals. ادي بوينتس، توقعها في تشوز، توقعها في ترو فولس زي ما تيجي. كمان take form of crystallattic. انت بتذاكر من الكتاب والكلام ده كله موجود، بس انت لو نقلت ورايا بنوت ورحت امنت عليه جوه الكتاب. كمان arises between او due to attraction، تجاذب بين قلب الطوب، اللي هو مين قلب الطوب لو حد فاكر؟ attraction between البوزيتيف ايون and الاسمنت. مين الاسمنت؟ الفالنس الكترون. قلت له خد بالك ان اثناء تكويني للميتاليك بوند الفالنسز الكترونز بتعمل سراوندد، بتلف سراوندد البوزيتيف ايون ان فورم على هيئه كلاودس. ادي بوينتس ادي بوينتس ادي بوينتس ادي بوينتس، كلام مهم جدا جدا جدا. كمان بيقولوا ان الميتاليك بوند its strength، يعني قوتها increase by increasing number of valence electron. يعني قوة الميتاليك بوند يا دكتور بتزيد بزيادة عدد الفالنسز الكترون. بمعنى لو رجعنا للاكزامبل بتاعي، انا الصوديوم كان عنده واحدة بس فالنسز الكترون، والمغنيسيوم عنده 2، والالومنيوم عنده 3. انهي واحدة تديك قدرة على الاتراكشن اكتر؟ انهي واحدة عندها اسمنت اكتر من الثانية؟ قلت له الالومنيوم. فده بيأكد جملتي ان الميتاليك بوند قوتها بتزيد باي انكريزنج الفالنسز الكترون. ده معناه
ان الميتاليك بوند دي متحكمه في الميلتنج بوينت ومتحكمه في الهاردنس. يعني معنى كده ان الاكزامبل اللي انا شرحته على الصوديوم وعلى الالومنيوم، انا اظن ان الالومنيوم هيبقى مور هارد ذان المغنيسيوم وذان الصوديوم. جيف ريزون، عد بقى كام جيف ريزون بقى. يبقى ايه الصفات اللي انا اتحكمت فيها لما نفذت الميتاليك بوند؟ قلت له الميلتنج بوينت بتزيد باي انكريزنج الفالانسز الكترون، الهاردنس بتزيد، الصلابه بتزيد. لو جيت جمعت مجموعه جيف ريزون وقلت مثلا شويه جيف ريزون كده، رقم واحد الميتالز have high melting point. ايه اللي مخلي الميتالز عندها هاي ميلتنج بوينت؟ رحت قايل له due to presence الميتاليك بوند between its atoms. يبقى اللي مسبب ومتحكم في ارتفاع الميلتنج بوينت بتاعت الميتالز قلت له due to presence الميتاليك بوند between its atoms. انا عايزك تبقى احسن مني، انا بشرح من هنا، كان ممكن اجيب PDF باوربوينت ونقعد نعلم ونشاور وخلاص. لا، انا عايزك تعمل كده، تذاكر درسك وتقفل كراستك وتسمع لنفسك وتشوف انت فهمت ايه وحفظت ايه، لان في اجزاء عايزه فهم وفي اجزاء عايزه حفظ. كمان لما اجي اقول جيف ريزون الالومنيوم مور هارد ذان المغنيسيوم ومديك اتوميك نمبر يا دكتور، ايه بالراحه يا فندم، اهدى، اعمل كونفيجريشن. لما اعمل كونفيجريشن للالومنيوم 2H3 ولما اعمل كونفيجريشن للمغنيسيوم 2H2 واروح قايل بقى because the number of valence electron اكتب ورايا because the number of valence electrons in الالومنيوم more than number of valence electron in المغنيسيوم and by increasing number of valence electron الميتاليك بوند بتزيد. بلاش اختصارات لان المنهج مترتب حوالين بعضه وجاي منهج اشد منه في ثانيه اعدادي واشد منه في ثالثه اعدادي، فانا لو عندي بيزكس مظبوطه مش هنساها، فهختصر هنسى المعلومه اصلا. يبقى ليه الالومنيوم هاردر ذان؟ ليه الالومنيوم انشف واصلب من المغنيسيوم؟ ليه الالومنيوم كل صفات الالومنيوم احسن من الاستاذ المغنيسيوم واحسن من الاستاذ الصوديوم؟ كل ما هتزود عدد الفالانسز الكترون كل صفات الميتالز بتزيد، اللاستر، الميليبل، الميلتنج بوينت، الكوندكتيفيتي، هيت والكتريك. دي كل المعلومات اللي المفروض الطالب اولى اعدادي يعرفها عن الميتاليك بوند. الجزء الثاني بيقول لي الالوي. قلت له يعني ايه الوي؟ قال لي يعني السبيكه. يعني ايه سبيكه؟ قلت له composes of mix of melt metals، او بلاش metals عشان مش تمسك في الكلمه، melt elements. يعني انا مكون من خليط من انصهار المعادن الاليمنت. طب ليه ما استخدمتش الاليمنت لوحده وخلاص؟ قال لي اصل البيور اليمنت، البيور ميتالز بيكونوا سوفت، بيكون لين شويه طري. البيور ميتالز زي الايرن لوحده. الايرن لوحده مش ده اللي موجود في العمدان والكباري والعربيات، لان الايرن قبل ما بينتج وتصنع منه الحاجات اللي احنا بنتعامل معاها بيتحط له اديتيفز، بيتحط له ميتالز ثانيه تدي له هاردنس زياده، تدي له كوندكتيفيتي الكتريك اكتر، تدي له كوندكتيفيتي هيت اكتر. انما وانا لوحدي كده بيبقى شخصيه لسه سوفت، والفيزيكال بروبرتيز بتاعته مش بيرفكت 100%. فانا بس خلاص، فانا هعمل ميكس. بعمل ايه؟ بروح اجيب ميتال
واعمل له ميلت واخليه ينصهر، واجيب ميتال تاني واعمل له ميلت، وبعدين احطهم على بعض واسيبهم يبردوا لحد ما اكون الالوي تاني. بكون الوي ليه؟ قلت له اصل البيور ميتالز وهو لوحده سوفت لين، مش كوندكت الكتريستي ب 100%، مش كوندكت هيت ب 100%، فانا احتجت اعمل الوي. وراح مديني اكزامبل في المنهج، قال لي في الوي اسمها برونز الوي. البرونز الوي دي معموله من كبر بنسبه 95%، عقبال ما تجيب كده يا رب في ثانويه عامه، والتن اللي هو الاس ان ده كبر والسيمبلز بتاعه، والاس ان ده اللي هو التن طبعا 95% كبر، يبقى تبقي لك 5%. حطيتهم على بعض وكونا الوي اسمها برونز الوي. الكبر لوحده مش مديني الحاجات اللي انا عايزها، والتن لوحده مش مديني البروبرتيز اللي انا عايزها، انما لما حطينا ال 5% على 95% انا بقى معايا الوي اسمها برونز، بقت لاستر اكتر، بقت هارد اكتر، بقت doesn't rust، مش هتصدي. بص حصلت على كام بروبرتيز بنسبة 100%. الشايني زاد فعملت ستاتيوس، عملت تحف، عملت ميدالز، يبقى عملت ميداليات برونزية وعملت تحف عشان بقوا لاستر اكتر، ودازنت راست عشان الميداليه لما اديها للفايز ما تبص مني بسرعه، كمان بقت صلبه، بقت قويه، وبالتالي انا هقدر اعمل ستاتيوس وهقدر اعمل الميداليات. وبالتالي انا ما بحبش استخدم، يعني ما اجي جيف ريزون it is preferable to use البرونز الوي than البيور كبر. احب استخدم البرونز الوي احسن من الكبر لوحده، لان البرونز الوي مور لاستر، مور هاردر او مور هاردنس، doesn't rust. يبقى الالوي ميكس، خليط بين ميلت الميتالز مع ميلت منصهر لميتالز تاني وتحطوا على بعض. بتيجي مثلا اروح عامل كده وكده 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 وكده، عشان ما اطولش عليك، واروح مثلا ملون واحده والتانيه كفايه كده. انا هشاور على ديت، قلت له دولت اللي هم الفاضيين من جوه موجودين اكتر شويه، اما اللي انت مغمق لي ديت عددهم قليل شويه. انت بتعمل ايه؟ انا بحاول اشبه واعمل ان انا لسه كاتب لك ان الكبر هو اللي موجود بنسبه 95%، وبالتالي يبقى ده الكبر ما تنساش. اما التن موجود بمعدل ليميتد اقل كتير، وبالتالي يبقى ده التن اللي هو 5%. يعني وانت بتعمل برونز الوي ما تنساش ان الكبر انا 95%، انا المين كومبوننتس، انا المكون الاساسي، وبعدين بقى انا الاديتيفز، بقى انا الاضافه. مين الاضافه؟ قلت له التن هو الاضافه اللي هو 5%. ليه بتضيف؟ بضيف لان البيور اليمنت، البيور ميتال سوفت طري. اخر معلومه هي الريسايكل، الريسايكلينج. قلت له هعمل اعاده تدوير. قلت له يعني ايه اعاده تدوير؟ قال لي في كام اليمنت كده زي الكبر وزي الالومنيوم مثلا وزي غيرهم كتير. الاليمنتات دي بعد ما بنزلها الاندستري وانا استخدمها وانت تستخدمها ووالدتي تستخدمها بتقدم وشكلها بيتغير، فالناس بتروح رميها. برميها واتخلص منها على هيئه ويست، على هيئه فضلات. ماشي يا مستر، طب ما نروح نجيب جديد وخلاص، ما نشتري جديد يا عم، ايه المشكله؟ قال لي لا في مشكله. المشكله ان الكبر والالومنيوم وكتير من الاليمنتس
decreases in their presence in Earth's surface. يعني في نقص في وجودي في الأرض. يعني أنا أصلا كمية وجود الكبر والألومنيوم في الأرض مش كتير، ليميتد، معدل وجودهم يعني ربنا خليهم بكمية قليلة، يعني محدودين. كمان increase الكوست of their extraction from their ores. يا رب تفهمني في الكلمة دي. الألومنيوم والكبر موجودين في الأرض على هيئة خامات، يعني ما بحفر ما بلاقيش Al، لا ده أنا بلاقي كومباوند جواه Al، فبضطر أعمل حاجة اسمها اكستراكت، يعني استخلاص. يعني بلاقي كومباوند فيه ألومنيوم وحاجة، فهنروح للمصنع عشان نخلي الألومنيوم في ناحية والحاجة في ناحية. قال لي في مشكلة، زيادة في التكاليف بتاعة الاكستراكشن. أنا عشان خاطر أستخلصك أنا هكلف فلوس كتير قوي. فالناس قالت خلاص بدل ما نستخلصك أنا هعمل حاجة اسمها ريسايكل، يعني هعمل كونفيرت. أنا هحول الفضلات اللي أنت رميتها دي ليوزفول إيليمنت. يعني هجيب الإيليمنت من جديد بس بطريقة ريسايكلينج، إعادة تدوير في مصانع. الحاجة القديمة بتخش فيها وتطلع نيو جديدة ويوزفول ويوزد أجين واستخدمها تاني. وخد بالك إن الكوست، التكاليف بتاعت الريسايكل much cheaper، أرخص كتير من الكوست بتاعت الاكستراكشن. تاني أنا القصة إن أنا عندي elements وجودها في الإيرثز في ديكريز، في نقص. ألمونيوم والكبر مش موجودين كتير، ولو أنا رميت الحاجة اللي أنا لسه شاريها بعد استخدامها سنة أو سنتين وجيت أشتري تاني ممكن ما الاقيش أو ألاقيها غالية. فإحنا نفكر إزاي؟ قلت بس أنا هعمل حاجة اسمها ريسايكلينج، إعادة تدوير، اللي هي أنا هعمل كونفيرت، أنا هحول. قلت له هتحول إيه؟ قال لي هحول المخلفات الويستس لنيو إيليمنت جديد، ليوزفول إيليمنت، لإيليمنت يعاد استخدامه، رينيو، إعادة استخدام. طب اشمعنى؟ قال لي ما أنا بقول لك هم أصلا مش كتير، يعني ممكن أدور عليهم ما ألاقيهمش. ده غير إن أنا لما بلاقيهم على هيئة كومباوند. افهم. فلما بلاقيهم على هيئة كومباوند بضطر أعمل اكستراكت، استخلاص. طيب أنا دلوقتي الاستخلاص بيكلف مصاريف غالية جدا، وبالتالي لو أنا حتى استخلصته هصنع لك المنتج بمبلغ عالي. إنما الريسايكلينج التكاليف بتاعتي much cheaper than الاكستراكشن. يبقى ده ليسون 1. يا رب أكون وفقت في تقديمه، ولو في أي كومنتات اكتب لي ومش تتكسف، والسلام عليكم.